السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا كده على طول نقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش بقى حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا، لو انت اول مرة تشوفيني دي قناتي على اليوتيوب اسمها اشرقت الانوار. يسعدني ويشرفني إن أنتِ تشتركي فيها وتفعّلي الجرس كده وتدوسي على كلمة الكل، عشان يوصلِك إشعار لكل فيديو جديد بانزّله. ويا ريت بعد إذنِك تاخدي لِك لفة في الفيديوهات السابقة، إن شاء الله بإذن الله هيعجبِك وتستفيدي منه حتى لو بحاجة بسيطة. طبعًا رأيِك يهمني، اكتبي لي بقى كومنت حلو كده من قلبِك، وحطّي لي اللايك علشان القناة بإذن الله تكبر بيكم إن شاء الله. النهارده إن شاء الله اليوم بتاعنا هيكون روتين حلو جدًا كده في المطبخ. وكنا بصراحة في نهاية الأسبوع وكانت بنتي خلّصت الامتحان وزنّقتها آخر يومين كده الخميس والجمعة. الفيديو إن شاء الله بإذن الله هيكون كلّه حاجات شيّقة كده. يالّا بقى كده حُطّي بقى لايك كده واتفرّجي بقى، وقولي لي رأيِك في الآخر خالص إيه عن الفيديو. يالّا كده نقول بسم الله. النهارده هنعمل مع بعض محشي زي ما أنتم شايفين كده، وهنعمل ملوخية خضرا، وهنروّق المطبخ كده وعندنا حبّة شغل بقى حلوين. وأهم حاجة بقى النهارده هاسيّح زبدة، دي جاموسي مش بقري، البقري بتبقى صفرا يعني شوية. فهنعمل حبّة روتين حلوين كده مع بعض في المطبخ. جِبت حلة كده stainless وحطيت فيها القطع الزبدة دي كانت في الفريزر يعني. أهم حاجة لو هتسيّحي سمنة، أهم حاجة تكون الحاجة اللي أنتِ هتسيّحي فيها السمنة تكون فاتحة، على أساس إن أنتِ تبقي شايفة اللون بتاعها كل شوية إيه. ولّعت على السمنة كده ووطّيت عليها، ودي بطاطا كنا جايبينها في المشتريات مع بعض. ولّعت عليها بقى كل شغلي النهارده بإذن الله هيكون في المطبخ. يالّا كده عشان ما ننساش نقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. ده الدعاء دوّة هيسهّل علينا كده إن شاء الله بإذن الله أمور كتير كده في بيتنا يعني، وفي الشغل اللي بيبقى بقى إيه، تعبنا وشايلين هَمّه يعني، فربنا هو المعين إن شاء الله يعينّي ويعينكم بإذن الله. هنا من وقت للتاني كده السمنة طبعًا مخلّية النار من تحتها زي ما بيقولوا شمعة كده. كل شوية باقعد أقلِّب فيها، ما ينفعش أولّع على السمنة وأروح أقعد بعيد عنها وأسيبها. طالما ولّعت على السمنة لازم أكون حواليها، باعمل حاجة في المطبخ. مهم إن أنا ما أطلعش من المطبخ الوقت ده، لإن من وقت للتاني باقعد زي ما أنتم شايفين كده، كل شوية باقعد أقلِّب فيها عشان ما تلطعش معايا من تحت كده ولا حاجة. وبادّيها كده بعد ما بتسيح خالص كده بادّيها رشة الملح، رشة الملح دي بتبقى عبارة عن مادة حافظة للسمنة، وفي نفس الوقت بتكون محدّقة معانا المُرتة بتاعتها. كان عندي لحمة هنا في الفريزر طلّعتها، باحب بصراحة لمّا تكون اللحمة في الفريزر باحب أغليها وأكُب مَيّتها. فغليتها كده وكبّيت مَيّتها وغليت لها بقى مَيّة جديدة من أول وجديد كده زي ما بيقولوا. وحطيت لها بقى حبّهان وورق لورا وكبيبة صيني وفلفل أسمر حصى، أي توابل بقى أنتِ بتحبيها حطّيها. وزي ما أنتم واخدين بالكم إن أنا من وقت للتاني عمّالة أقلّب في السمنة بتاعتي. تعالوا بقى هنا هنعمل مع بعض المحشي برضه الحاجات اللي إحنا كنا جايبينها في المشتريات. حطيت كده في حلة شوية من الزيت، وكنت مقطّعة كده قطعة من الدهن، باحب جدًا الدهن في المحشي بس باحبه يكون طازة، ما باحبوش يكون متسيّح وآخد منه. ووطّيت عليهم كده مع شوية زيت، على بقى ما نفضّي الطماطم كده ونغسلها وننضّفها بقى من العروش الخضرا ديّة وأي حاجة بقى إيه موجودة فيها. لو وصلتِ بقى معايا لغاية هنا ما تنسينيش بقى في اللايك، أنا شايفاكِ أهو بتتفرّجي وما بتحطّيش اللايك. ولمّا كلّمت اليوتيوب كذا مرّة بصراحة بيقول لي إن أنتم اللي مش بتحطّوا لي اللايك بقى وبتشجعوني، يعني إيه عايز يجيبوا العيب فيكم أنتم واخدين بالكم؟ طبعًا أنا باهزر معاكم يعني براحتكم خالص. هنا طبعًا بعد ما نضّفت الطماطم بقى، هي الطماطم اليومين دُولة زي ما باقول لكم كده بدأت لحدٍ ما تهدى شوية، يعني بقت دي كنت جايباها 2 كيلو ونُص ب10، وكانت الأول يعني ب5 وكيلو وربع ب10، فربنا ييسّر الحال كده يا رب. بعد ما الدهن كده بُصّوا صاح معايا خالص زي ما أنتم شايفين، ضربت الطماطم بقى كلّها وحطيتها كده قدحتها عليه، ورشّيت كده من الكمون والفلفل الأسمر والملح. وهادّيهم بس تقليبة كده وهاسيبها تتسبِّك خالص. وبرضه بُصّوا واخدين بالكم إن معايا السمنة بدأت تخُش معايا على سِوَى، فباقعد برضه كل شوية أقلِّب فيها كده. هنا كنت لمّيت بس إيه، الريم الأبيض ده من على الوش، ده اللي هاحُطّه في المُرتة يعني تاني، وبيبقى فيها بعض من السمنة كده ما فيش مشكلة. والسمنة كانت استوت معايا، شِلتها من على البوتاجاز بقى على طول كده وركنتها على جنب.
طبعًا الأشباح ورايا بقى إيه مش مبطّلين شامين ريحة البطاطا المشوية، أنتم واخدين بالكم بقى يعني البطاطا دي بتبقى ريحتها بصراحة عاملة قلبان في البيت كلّه، فقعدت أبرّد لهم كده. بُصّوا وأنا والله العظيم مش فاضية، أنا لسه عندي بقى تقوير ولسه عندي حاجات تانية كتير هاعملها، بس ربنا يهديهم بقى. فبردتها لهم كده واديتها لهم، وكانت السمنة هديت معايا خالص كده، فضيتها بقى في العلبة يعني دي اللي بافضّي فيها السمنة يعني، وفضّيت المورتة كده في علبة. وادي هنا بصوا اللحمة بسم الله ما شاء الله، حطيت لها بس البصل كده والطماطم ورشة من الفلفل الأسمر والملح في آخر حاجة خالص. قعدت بقى على الأرض كده بقى لأن أنا اشتغلت حبة حلوين والله وأنا واقفة بقى، فطبعا مش هينفع أقور يعني وأنا واقفة. قعدت بقى إيه أحكي أنا وحنين شوية، نتكلم مع بعض شوية، هي تحكي لي على المدرسة والامتحانات ومش عارفة إيه كده يعني، وهي بتاكل البطاطا طبعا يعني واخدين بالكم، بس هنفخها دلوقتي في الآخر. أنا مدياها الأمان وكل حاجة بس هانفخها في الآخر. قعدت بقى هنا بصوا أقور بقى في البتنجان والحاجات دي. عايزة أقول لكم إن البتنجان دوت أكتر حاجة مليانة حديد، وعايزة أحكي لكم على موقف كده يعني حصل معايا شخصيا على السريع كده. كان ابني بيحب ياكل البتنجان ده قوي والله العظيم، وكنت باقعد أتخانق معاه أقول له: "أنت بتاكل البتنجان كده ليه؟" ومش عارفة إيه. فراحت ماما وأختي قعدوا يزعقوا معايا وقالوا لي: "سيبيه ده كلّه حديد وفيتامينات، يعني يا ريت ياكل البتنجان كلّه، كل يالا" يعني كانوا بيقولوا له كده: "أنت يالا كل أمّا تلاقي بتنجان عندكم في التلاجة خلّصه لها، وتعالَ قُل لي لو هي زعقت لك." وكنا نقعد نضحك ونهزر. جات في يوم واحدة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شافت ابني وهو بياكل البتنجان، قالت له: "إيه ده هو أنت بتاكل البتنجان؟" يا حلاوة! أنا نفسي والله عيالي ياكلوا بتنجان كده زيك، ده كله حديد ومش عارفة إيه، واخدين بالكم من الكلام؟ راح ابني بقى جه في وقت راح تعب، رُحت أكشف عليه بظروفها، لقيت عنده إيه، لقيت عنده أنيميا، أيوه بالضبط كده زي ما باقول لكم. فعايزة أقول لكم فعلًا يا جماعة إن الحسد مذكور في القرآن، وفعلًا، فعلًا العين فلقت الحجر. ليه لمّا بنشوف نعمة على حد يعني ما نقولش بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا حبيبي بألف هنا مثلًا، أو أي نعمة أي حاجة تانية ربنا يزيدك، لأ ده أنت بتاكل بتنجان، أنا نفسي عيالي ياكلوا بتنجان زيك كده ده كله حديد. والله العظيم ما كمّل شهر وفعلًا كان ابني تعب، وباكشف بظروفها وراح الدكتور طلب منه تحاليل هيموجلوبين. عملت التحاليل وراح قال لي ابنِك عنده أنيميا. أنا دلوقتي هو بصراحة بيتعالج من الأنيميا يعني، وبياخد علاج للأنيميا وكده. باحب أشكرها جدًا يعني إن هي جابت لابني أنيميا، واحب أقول لِك إن أنا بصراحة ما أتمناش لعيالِك إن هم ييجي لهم أنيميا والله ولا حاجة، ربنا يحفظهم يا رب، وربنا يحفظ لنا أولادنا جميعًا. ففعلًا، فعلًا العين فلقت الحجر. وقدّر الله ما شاء فعل. فمعلش طوّلت عليكم في الجزئية دي، بس كنت عايزة أقول لكم إن والله العظيم كنت لمّا آجي كمان اليوم اللي هاعمل فيه محشي بتنجان وفلفل وكوسة ده، كنت آجي أقوّر البتنجان كنت أبقى حريصة إن أنا أغسله الأول قبل ما أعمله، علشان طول ما أنا باقوّر هو قاعد جنبي بياكل، والله العظيم القلب اللي أنا كنت باوريه لكم بتاع البتنجان ده، أول ما آجي أقوّره يقوم هو واخده منّي، كان بسم الله ما شاء الله عليه أول ما أقوّر كده يعني ممكن يعني لو هاعمل كيلو بتنجان، كيلو ونُص بتنجان، أول قلب اللي أطلّعه من البتنجانية كان لازم هو ياخدها. فالحمد لله يعني الحمد لله على مجايب ربنا، والحمد لله إن هي جات في حاجة زي كده. فمش عايزاكم يعني يكونوا عيالكم مثلًا بيحبوا أي حاجة وتسيبوهم كده قدّام الناس زي حالاتي يعني كده ما كنت باعمل. فالحمد لله والشكر لله. يالّا بقى عشان ما نطوّلش على بعض، هنا بقى إيه، كنت خلّصت تقوير وكنت جايبة معايا يا بنات الشطة الكبيرة ديّة، هي حامية ومولعة نار، بس عايزة أقول لِك لمّا تيجي تحشيها ما تحشيهاش بزيادة، عشان لو حشيتيها بزيادة هتنطر الحمو بتاعها على المحشي كلّه، إنما لمّا بتكون مضبوطة لأ، الحمو بيبقى في القرن ذات نفسه، يعني ما بينطرش برّه ولا حاجة. بصراحة أنا ما باكلش الحامي خالص يعني عشان ما اضحكش عليكم، عندي جوزي وحنين هُم يعني إيه الإدمان عندهم الحامي ده. فطبعًا باحب إن أنا أجيبه لهم يعني واخلّي لهم كام قرن كده حاميين. عايزة أقول لكم بقى إن الخضرة كمان اليومين دُولة جميلة جدًا. هاتي كده رابطة زيادة كده أو وأنتِ بتجيبي كده
خلّي كيس على جنب في الفريزر هينفعِك في أي وقت مثلًا ما نزلتيش، عندِك ورق كرنب في الفريزر، عايزة تحشي حبّة خس والّا حاجة، هتلاقي في خضرة عندِك في البيت ما بيجرالهاش أي حاجة، بتحطيها في الفريزر ولمّا تيجي تحطيها في المحشي بتطلّعيها وهي مجمدة كده وتفركيها بإيدِك وتتفرك معاكِ على طول وخلاص. بعد كده بقى هنا ما كنتش أنا عاملة للتغدية بتاعة المحشي بصل، فباحب أعمل لها البصل مرتة كده في الآخر خالص عشان يدّيها ريحة حلوة بقى كده، ويفضل المحشي بتاعي بقى محتفظ بالروايح الجميلة المنعشة بقى اللي أنتم عارفينها عني دي. خرّطت بصلتين كده باحب أخرّطهم على إيدي برضه، ما باحبش أضربهم في كَبّة ولا حاجة، ونزلت عليهم بملح وفلفل أسمر وكمون، ما بننزلش بصراحة على خلطة المحشي بأكتر من كده يعني. في بقى اللي بيحب يزوّد قرفة، وفي اللي بيحب يحط نعناع وكلام من دوّة، بس بصراحة أنا بابقى شايفة إن الحاجة لمّا بتزيد عن حدّها بتتقلب لضدها يعني، بتدّيكِ روايح تانية خالص يعني. بس، فأنا اكتفيت بكده، حطيت بقى إيه، الرز على التسبيكة، على البصل وقلّبتهم كده مع بعض زي ما أنتم شايفين، طبعًا أنا عملت كمية طماطم حلوة، أي تسبيكة بتبقى فاضلة معايا باحطها في الفريزر برضه زي ما أنتم عارفين يعني وعملنا فيديو قبل كده، بتنفع برضه في أي وقت. هنا بقى هانزل بالخضرة كده وهاقلّب وهانزل ببقية الخضرة وأقلّبها بقى كلّها، بُصّوا أصلًا خلطة المحشي عاملة إزاي، جميلة والله. بس كده بقى خلطة المحشي جاهزة معايا، قعدت بقى على الأرض كده وهابتدي بقى أحشي، بُصّوا القرون دي بقى المولعة اللي باقول لكم عليها يعني، حبيت أحشيها هي في الأول بقى علشان إيه، إيدي تبرد شوية منها يعني، باحشيها كده بس ما باحشيهاش للآخر وباحاول بالراحة كده أنزّلها في القرن يعني لغاية آخره كده وخلاص، وباحشي بقى البتنجان والفلفل والكوسة طبعًا بقى إيه، خلاص البتنجان العروس دوّة بدأ يقل شوية من السوق بقى كل سنة وأنتم طيبين، الكرنب البلدي بقى إيه ملا الدنيا يعني اليومين دُولة كمان. إيه رأيكم بقى في الفيديو بتاع النهارده؟ كلّه نشاط والّا مش نشاط؟ والله العظيم يا ولاد ما عُدت عارفة أعمل إيه تاني بصراحة، مش عارفة أعمل إيه على اليوتيوب تاني يعني. يالّا الحمد لله. بس قعدت بقى أحشي المحشي كده زي ما أنتم شايفين، وقعدت بقى حنين بقى إيه، كانت قطّعت لي يعني بصلاية وطماطماية كده في الحلة، وابتدت إن هي ترُص ورايا يعني، مش باقول لكم هازنقها دلوقتي، اصبروا بس اصبروا. بس قعدت بقى ترُش حلوة ترُش دي. ترُص كده ورايا ويُقع منها بُصّوا واخدين بالكم، والله العظيم كانت بتتخانق مع البتنجان والفلفل والكوسة، باقول لها: "يا بنتي أنتِ مجنونة؟" قالت لي: "لأ يعني مش عارفة عمّال يُقع ليه." طبعًا هي عيّلة، فدي كلّها بقى إيه، بنبقى بنهزر مع بعض وبنلعب كده، ربنا يا رب يخلّي ولادنا جميعًا يا رب، ويرزق الجميع اللهم آمين بالذرية الصالحة عاجلًا غير آجلًا. هنا بقى كانت هي عايزة تحط الشوربة للمحشي، قُلت لها: "هاتي، هاتي يا ماما، بطّلي هزار يا حبيبتي." ادّيت بس كده للمحشي رشّة من الكمون تاني، ورشّة من الملح عشان نضبط كده الحُدق بتاعه، ونزلت بقى بالشوربة، بُصّوا معايا حبّة الشوربة زي العسل والله، ما زوّدتش كتير بقى أنتم عارفين إن الفلفل والبتنجان والكوسة مش بياخدوا شوربة كتير، لإن هُم طبيعي بينزّلوا مَيّتهم يعني. وكان المحشي بقى هنا خلاص بقى يعني غِلي كده معايا ووطّيت عليه ونقلته كده على العين التانية، زي ما بنقول كده بنلدّنه شوية يعني، وهاعمل هنا حبّة الملوخية، دي يا جماعة ملوخية والله شارياها من السوبر ماركت، باحطها كده أهي في الشوربة زي ما أنتم شايفين، وباحط كده معلقة من السمنة البلدي وشوية من الزيت، وباطحن فيهم كده أو باقلّب فيهم التوم، ومكعب مرق الدجاج وخلاص على كده، وكلي بقى أحلى ملوخية وادعي لي، هو والله العظيم مقللة التوم يا جماعة عشان عارفة اللي هتقعد بقى إيه تتريق عليَّ يعني مننا فينا يعني مش من برّه عشان ما اظلمكوش. بس كده كان الأكل بتاعي جِهِز النهارده، تعالوا بقى نغرفه كده مع بعض، عايزة أقول لكم بقى إن كان سُخن مولّع كده مش عارفة بُصّوا، مش عارفة أمسكه والله العظيم من كتر ما هو كان لسه سُخن يعني، بس أنتم عارفين بقى اليومين دُولة لو سِبناه يبرد شوية كده مش هيتاكل يعني، وأنا واحدة من الناس ما باحبش بصراحة آكل المحشي وهو مولّع كده، بُصّوا بقى أحلى حبّة ملوخية بقى ممكن تاكلوهم في حياتكم، هو ده أهم حاجة بالنسبة لي حبّة الملوخية وطبق المخلل اللفت ده.
ده كده مخلل اللفت. والنهارده بصراحة بقى ايه، ما حمرتش اللحمة ولا حطيتها من تحت المحشي ولا حاجة، استسهلت بصراحة وسلقتها بس كده، عشان بقى ايه انتوا عارفين ان هم كانوا عيانين بقى وكده، فقلت بقى ايه خلي الاكل خفيف خفيف كده. وده كان غدا النهارده. اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض، اللهم امين يا رب العالمين. بس بصوا بقى المحشي وجماله بقى، تحفة والله العظيم تحفة. بصوا حبة محشي بقى مشكلين، ما عملتش كمان ورق عنب ولا اي حاجة النهاردة يعني. تعالوا بقى كده ندوق مع بعض. بصوا بصوا لون المحشي من جوه، بسم الله ما شاء الله، مع معلقة ملوخية كده بقى وحتة من المخلل بقى. يعني مش قادرة اقول لكم، يا ريتكم كلكم كنتوا جنبي وحياة ربنا. بعد بقى ما اكلنا والحمد لله، واللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال، زنقت حنين بقى في المواعين. المهم ايه، هي قاعدة عمالة تغسل في المواعين يعني قبل ما تغسل المواعين قاعدة عمالة تلعب مع اخواتها. فطبعا في لعبة كده اللي هي ايه، لعبة عروسة يعني وحاجات من دي مع في ألعاب اخواتها، فيهم بزازة زي ما انتوا شايفين. لقيتها معلقة البزازة في هدومها، قلت لها والله العظيم لا هخليهم يتريقوا عليكي كده يا حنين. يا ماما ما تنزلهاش، يا ماما ما تنزلهاش. اقول لهم شوفوا، بصوا حنين قاعده بتلعب مع اخواتها الصغيرين ازاي وسايباني ومش عارفه ايه، وقعدت اتريق عليها. طب والله هغسل لك المواعين بس ما تنزلهاش. بس انا نزلتها بصراحه على سبيل الهزار يعني معاكم ومعاها يعني، وفي نفس الوقت كده بشجعها. والله العظيم انا ما بخليهاش تعمل لي اي حاجه خالص طول فتره المدرسه، لان والله العظيم عليها بدل الدرس 2 في اليوم، وبتيجي من الدرس بصراحة مصدعة وتعبانة كده وهي أصلا بطبيعتها يعني ضعيفة، فبسيبها بصراحة يعني. بس جت النهاردة بقى، يعني بقالها كان يومين كده مخلصة امتحانات الشهر اللي هم بيقولوا عليها دي. فقلت لها تعالي بقى يا حنين، انت ما عندكيش بقى حاجة بقى وكده، تعالي ساعديني والله العظيم تعبانة ومش عارفة ايه. قعدت امثل عليها كده، راحت جت بصراحة ربنا يهديها يا رب ويبارك فيها، راحت جت قالت لي خلاص يا ماما هغسلك المواعين بس ما تنزليش الحتة دي عشان البزازة. بس واخر حاجه بقى بصوا، الحله دي يعني انا سبتها بقى تغسل لي الحله، لان كده كده خلاص الطقم باظ يعني. فقلت بقى مش مشكله، هي عماله تدعكه بالسلكه وبتتغاشم عليه يعني وكده. فسبتها بقى لغايه لما ربنا يعيني كده ان شاء الله ويقدرني، واجيب بقى طقم حلل يكون نوعيته كويسه. بس بصراحه انا محتاره مش عارفه اجيب ستانلس واريح نفسي، ولا برضه اجيب جرانيت، ولا اجيب ايه بالظبط. انا جبت الطقم دوت يعتبر ما كملش معايا والله سنتين ولا حاجه، وقبل السنتين كان قشر يعني كده واتغير. بصوا هنا خلاص بقى خلصت المواعين اللي كانت على الرخامة، وقلت لها يلا لمنا بقى المشاية بتاعة المطبخ دي. انا عملت لك المواعين، قلت لها يلا يا حنين يلا انت بس هتلمي وانا هكنس وامسح وراكي ومش عارفة ايه وكده. بس حطيت هنا في الكوبايه ديت ميه وصابون سائل وكلور، وهاخد كده بقى ايه حوالين البوتاجاز كله بقى. إيه زي ما انتوا عارفين عني انا بحب بصراحه اول باول كده اكون مخلصه بقى ايه الحيطان والكلام ده. امبارح كنت ملمعه الحيطان ذات نفسها مش الارضيات، يعني من وقت للتاني باخد حاجه حاجه. الحيطان زي ما انتم شايفين بصوا بسم الله ما شاء الله بتلمع. بعد الاكل مثلا وانا بغسل البوتاجاز بقوم ماسكه كده قماشه وعليها شويه من الصابون السائل وبلمع حوالين المناطق كلها اللي ايدي هطولها بالقماشه والله والصابون السائل واغسلها وهكذا. بصوا اصلا منظر الارض بسم الله ما شاء الله يعني. بس برضو يعني ايه، حاجة تقع كده حاجة تبقى واقعة كده. وزي ما انتم شايفين كده كمان كنسنا المطبخ ولمعناه وفرشناه بقى زي ما انتم شايفين كده بقى. واهم حاجة بقى ايه البوتاجاز بقى كان معايا اهو زي ما انتم شايفين بيلمع والله. وادي كده البوكشة اللي هناك دي حاطة كده فيها بطاطس جنب ايدي يعني. وادي كده شكل بقى المطبخ. ايه رأيكم يا بنات بقى في فيديو النهاردة؟ يلا بقى كده نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض كده على السريع. كنت جايبه هنا بنات فلفل الوان، كانت ماما جايبهولي يعني، فكنت غسلاه كده وركناه على جنب على ما اخلص بقى الحاجات اللي ورايا في المطبخ. فابتديت كده بقى ايه ان انا اشيل القمع بتاعه الاخضر دوت واشيل قلبه كده. بصوا لقيت في قلب واحده فيهم فلفل تاني صغير يعني. بس فخدته كده وجبت البلانشة وبقطعه يا جماعة كده 4 تربع. انا ما بقطعوش بقى ولا شرايح ولا مكعبات ولا اي حاجة، لانه اصلا لما انت بتيجي تقطعيه بينزل من قيمته الغذائية كده في المية اهو زي ما انتوا واخدين بالكم كده. انما انا ما بقطعه 4 تربع
باعبيه في كيسة وباحطه في الفريزر وباخد منه بقى إيه زي ما أنا عايزة، آخد ربع في ربع، آخد ربعين زي ما أنا عايزة، وباقطّعهم في وقتهم ما بيجرالوش بصراحة أي حاجة، أهو زي ما أنتم شايفين كده بارصهم كده وباحطهم في الفريزر، ولمّا باعوز بافتح الكيسة وهي في الفريزر آخد منها حتّة حتّتين زي ما أنا عايزة، وباقطّعهم على طول. تعالوا بقى كده نخش نحط مع بعض بقى إيه، شوية الفاكهة بقى كده نرصهم في الطبق دوّة، كان عندي موز كده مسكته كده قطّعته وحطيته كده في طبق الفاكهة، وكنت غاسلة برتقان كده وتفاح، قُلت بقى إيه أخلّص كل حاجة بقى متكومة عندي في المطبخ، كانت بقى إيه الكيس دوّة فيه برتقان، الكيس دوّة فيه كام واحدة موز، فقُلت بقى أفضّيه كده بقى إيه واشيل الأكياس بقى اللي حواليّا في المطبخ ديّة، وغسلت تفاح كمان كده وحطيته. ودي كده كانت الفاكهة بقى اللي موجودة في البيت، اللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال، زي ما انتم شايفين كده، قُلت بقى على أساس إن هو يبقى إيه مغسول كده وقريب من الولاد يعني، وتعالوا بقى نعمل لهم مع بعض كده بقى إيه، حبة كوكتيل، كان عندي واحدة كانتالوب كده، مسكتها قشرتها ونضفتها كده وخدت موز كده وتفاح، هابدأ أعمل لهم كده إيه طبق سلطة فواكه حلوة أوي، وفي نفس الوقت حاجة برضه مغذية ومقوية المناعة في نفس الوقت. قطعت التفاحة كده وقطعت موز وهقطع كانتالوب، دي كانت الحاجات اللي موجودة يعني يومها عندي في البيت، قلت اعمل لهم حاجة خفيفة يعني وفي نفس الوقت بقى ايه نغير بقى من السكريات ومن الحاجات اللي زي كده دي. مسكتهم بقى كده قلبتهم في بعض، وكان عندي والله ده شربات يا جماعة عاملاه تقيل، والولاد اتخدعوا فيه مفكرونه عسل نحل، وكل شوية اتاريهم بياخدوا منه وانا مفكراه وهم مفكرينه يعني عسل نحل، شفتوا الخدعة؟ فبقول لهم ايه ده هو مين اللي خد من الشربات ده؟ قالوا لي ايه ده هو ده شربات، احنا مفكرونه عسل نحل عشان قوامه زي ما انتم شايفين كده كان تقيل شوية، وفعلا والله العظيم يعني ما تخيرهوش عن عسل النحل، بس اكيد يعني ريحة الفانيليا باينة فيه يعني. بس واديتهم كده معلقة من الشربات التقيل دوّة، وقلّبت كده السلطة دي فيه، وفضّيتها لهم في اطباق كده زي ما أنتم شايفين كده، حاجة بقى بسيطة كده، وفي نفس الوقت بقى إيه يعني نغيّر كده السكريات زي ما باقول لكم والحاجات دي، وطعمها والله العظيم كان جميل أوي، طعم الشربات بقى أو عسل النحل كده مع الفواكه بيدّي والله طعم حلو، وفي نفس الوقت بيحفظهم يعني ما تسودش بسرعة. هاودّي لهم بقى كده ياكلوا السلطة دي، وتعالوا بقى آخر حاجة بقى معلش كده معايا في الفيديو، كنت هنا بردت السمنة كده حطيتها في التلاجة، بصوا جمدت معايا، بصوا بسم الله ما شاء الله، جميلة والله العظيم ومرملة، وكده كانوا بقى الولاد بقى شافوا المورتة دي وإلا بقى عايزين سندوتشات، طب سخّنوا عيش يالّا سخّنوا بقى العيش، ودي كده حتة المورتة اللي طلعت معايا من الزبدة. بُصّوا هي بسم الله ما شاء الله حلوة، إحنا بنحب اللون دوّة في المورتة، بصراحة ما بنحبهاش أفتح من كده، وفي نفس الوقت هي كان فيها سمنة، البيضة اللي فيها دي سمنة. ابتديت بقى إن أنا أعمل لهم بقى كده ساندوتشات، زي بقى ما ماما كان ربنا يديها الصحة يا رب كانت بتعمل لنا كده أهو زي ما أنتم شايفين كده، وتلف لنا بقى كده الرغيف وتديه لنا، أحلى حاجة كنا بناكلها من إيديها والله، ربنا يخليها يا رب. اتمنى بقى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، بحبكم جدا كلكم من قلبي في الله، دمتم في حفظ الله، مع الف سلامه.